ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا مريم ودي قناتي مطبخ الشيف مريم. معقولة موسم ملكة وسلطانة الفواكه كلها يجي ويعدي علينا كده من غير ما نلحق نعمل منها احلى واجمل مربى ممكن ناكلها في الدنيا؟ ومش كده وبس، وكمان نستخدمها في حشوات وطوبنج الحلويات زي الكنافة والباستا فلورا، وحشو التورت والمعجنات زي الكرواسون والباتيه، وكمان نعمل منها أحلى سندوتشات لأولادنا حبايبنا في المدرسة. طبعا يا حبايبي أكيد عرفتوا أنا كنت بكلمكم على مربى إيه. طبعا مربى المانجا اللي ملهاش مثيل في حلاوتها وطعمتها. شايفين قد ايه جميلة ازاي؟ بس مع الأسف كتير منكم ما جربوش يعملوها في البيت. النهاردة بقى هنعملها مع بعض بكل خطواتها وكل تفاصيلها. يلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. هنا أنا عندي 7 كيلو مانجا نوعها كيت اللي متوفرة في السوق في الوقت الحالي. هقشرها واخليها من البذر بتاعها واقطعها مكعبات وارجع لكم تاني. وبعد ما قشرتها وخليتها من البذر بتاعها وزنتها وطلعت معايا 6 كيلو مانجا صافي. ومعانا كمان 2 كيلو ونص سكر، وده برطمان عسل جلوكوز هناخد منه 2 معلقة كبار، وباكوين مانجا جيلي. يلا بينا بقى نكمل باقي الخطوات مع بعض. هنا بقى هننزل بالتبادل بشوية مانجا وبعدها نرش عليها شوية سكر، وهكذا شوية مانجا تانيين وبعدها نرش عليها شوية سكر تانيين لغاية لما نخلص كمية المانجا كلها والسكر كله. وده علشان يتوزع السكر على كل كمية المانجا. هكمل انا بقى باقي الكمية علشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. هنا بقى بعد ما سبتها ليلة كاملة في التلاجة علشان تنزل ميتها اللي هتستوي فيها، فتحت بقى عليها البوتاجاز على نار عالية في الأول، وبدأت أقلب السكر اللي في وشها وأمزجه معاها. حبايبي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، وأكيد تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني إني أستمر. هنا بقى بحاول أقلب كويس السكر علشان أتأكد تماما إنه داب. وأول لما تبدأ تغلي بيبدأ يظهر على وشها كده ريم زي ما انتم كده شايفين يا حبايبي. الريم ده بقى لازم نتخلص منه ونجمعه أول بأول، علشان لو سبناه فيها بيبوظ المربى وبيفسدها. ونقلب كل شوية علشان كل ما بنقلب بنساعد الريم انه يظهر على وشها ونجمعه اكتر. تمام كده، نسيبها بقى تكمل سواها على نار هادية، بس من آن للتاني نقلبها علشان نتأكد انها ما بتلزقش في قاع الحلة. في ملحوظة حبايبي عاوزة اقولها لكم، ان اي فاكهة هنعملها مربى بنحط نص وزنها سكر، بس هنا انا قللت نص كيلو من السكر علشان هعوضه بعسل الجلوكوز وكمان بالجيلي. هنا بقى انا جبت برطمان عسل الجلوكوز وهاخد منه 2 معلقة كبار وأقلبهم كويس، ودي خطوة اختيارية لو متاحة عندكم، بس هو يا حبايبي بيفرق جدا وله دور مهم لأنه بيدي لزوجة وقوام ولمعان للمربى، وما ينفعش نستبدله بعسل النحل. ومتواجد عند محلات العطارة الكبيرة أو محلات مستلزمات الحلويات، وتمنه مش غالي.
وبيبقى استخداماته كتيرة ومتعددة عندكم في البيت، لأنه بيدخل في طرق حلويات كتيرة زي شربات الكنافة والبسبوسة وغيرهم. هنا بقى يا حبايبي هفرغ محتويات بكوين الجيلي، ودوره بيبقى مكمل لعسل الجلوكوز لأنه بيدعم اللون والطعم والقوام كمان. ونقلبهم بقى كويس لغاية لما نتأكد إن كل المكونات امتزجت مع بعضها. تمام كده. ولازم يا حبايبي إننا في المرحلة دي نكون متأكدين إن النار تكون منخفضة جدا علشان المربى ما تتحرقش، لأنها في المرحلة دي بتبقى اللزوجة بتاعتها بدأت تزيد. هنا بقى حبايبي نعتبر وصلنا للمرحلة اللي قبل الأخيرة. نضيف ليها بقى في المرحلة دي عصير ليمونة ونقلبها كويس، وما ينفعش خالص يا حبايبي نضيفها في الأول علشان ما تمررش. حبايبي أنا ماشية معاكم خطوة بخطوة زي ما انتم متعودين مني دايما، علشان كل حاجة تبقوا عارفينها وواضحة قصادكم. ونسيبها تغلي بعد إضافة الليمون حوالي 10 دقايق كمان. والليمون يا حبايبي بيدي توازن في طعم المربى مع السكر، يعني زي ما بنقول كده sweet and sour. تمام كده. وصلت لدرجة اللزوجة المناسبة ليها، نطفي بقى عليها النار ونسيبها تبرد شوية علشان نعبيها في البرطمانات، بس طبعا لازم تكون متعقمة كويس. شايفين يا حبايبي قوامها جميل ومظبوط جدا ازاي؟ صدقوني تجربة جميلة جدا، ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. تمام كده. هعبي معاكم أول برطمان واسيبكم علشان أكمل تعبية باقي البرطمانات وارجع ليكم تاني علشان ما طولش عليكم. واحب أكد عليكم يا حبايبي إن البرطمانات ضروري جدا تكون متعقمة ومتنشفة من المية كويس جدا، لأن أي نقطة مية في البرطمان بتخلي المربى تفسد وتبوظ. وكمان عاوزة أكد عليكم ملحوظة مهمة يا حبايبي، إن البرطمانات ضروري جدا تتحفظ في التلاجة، علشان زي ما انتم عارفين إن كل مكوناتها طبيعية ومفيهاش أي مواد حافظة. تمام كده. نكون بقى مجهزين أكياس بلاستيك ومقطعينها على مقاس البرطمانات أو ستريتش راب على حسب المتاح عندكم، علشان نغلف بيها البرطمانات قبل ما نغطيها. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، خلصت تعبية أول برطمان وغلفته بالبلاستيك علشان أغطيه. ودي خطوة مهمة حبايبي علشان نحفظ بيها المربى أكتر ونعزلها من الهواء. هكمل بقية البرطمانات بنفس الطريقة وارجع لكم تاني حبايبي. وهنا بعد ما عبيت البرطمانات كلها وعملوا معايا 7 برطمانات زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، والبرطمان بياخد حوالي كيلو مربى. وبكده وصفتنا خلصت يا حبايبي. أتمنى أشوفكم على خير في فيديو جديد.